أعزائي المشاهدين والمتابعين، تحياتي ويسعدكم مساء جميعا. نواصل برامجنا حول ما يجري في سوريا. وهناك العديد من الجوانب يجب أن نتطرق إليها في تحليلنا وبحثنا. يوم أمس 25 من الترم الأول كان لدينا برنامج مع ناشط سياسي ومدني من سوريا، الرفيق أسامة العاشور. واليوم نستضيف سياسي اشتراكي ثوري من سوريا، الرفيق غياث نعيسة. أهلا وسهلا بك رفيقي، وأسعدتني بقبولك لدعوتي لهذا البرنامج. أنا سعيد في هذه المناسبة رفيقي شمال، وتحياتي لك ولمتابعينك ولكل من سيشاهد هذه الحلقة والحلقات الأخرى أيضا. شكرا جزيلا. يعني أخذ الفرصة وأطلب من المتابعين للبرنامج أنه يحاولون يساعدونا في نشر رابط البرنامج عن طريق اليوتيوب في منصات التواصل الاجتماعي. وحابب أبلغ الجميع أنه طبعا فرصة المداخلة عن طريق الملاحظات أو التعليقات متاحة. تعليقاتكم نقدر نستقبلها عن طريق الفيسبوك، فيسبوكي أنا، وكذلك عن طريق اليوتيوب. ويستحسن عن طريق اليوتيوب لأن مرات يصير عندنا مشاكل مع الفيسبوك، ما توصلنا التعليقات. وطبعا رفيق غياث، أنه مسألة سوريا ممكن نتناولها من جوانب عديدة مثل ما قلت، وطبعا مسألة تهمنا جميعا في الشرق الأوسط، سواء كنا اشتراكيين وغير اشتراكيين. حتى كوننا نعيش في هذه المنطقة، وكون هذه المنطقة يعني مترابطة مصائرها بمصائر بعض، فأتصور أنه قضايا سوريا تهمنا جميعا، وإحنا بالعراق وكذلك بكردستان العراق وبكل منطقة الشرق الأوسط نتابع بقلق وبعض الأحيان بأمل أنه كيف ممكن التطورات هاي تصب في مصلحة الجماهير. أنا طبعا أحب أعرف بك بالمناسبة، أعرف متابعينا بحضرتك كناشط أو كسياسي اشتراكي ثوري من سوريا. وحضرتك طبعا من المناضلين، يعني مناضل عتيد ومخضرم. بلشت نشاطك السياسي في أواخر السبعينات، واضطريت بعد مجزرة حماة ترك سوريا واللجوء إلى فرنسا. حضرتك أيضا كنت من المناضلين في ضمن صفوف حزب العمل الشيوعي في سوريا، اللي طبعا البارحة أنا عرفت أنه أنا تصورت أنه انشقاق من الحزب الشيوعي السوري بقيادة خالد بقداش، بس البارحة اتضح لي أنه لا، هذا الحزب أساسا متشكل على أسس أخرى، ومن البداية كان حزب منفصل تشكلت من مجموعة من الخلايا أو الحلقات الاشتراكية. ولكن طبعا بعد هذا تركت الحزب، ولكن استمريت في نضالك وسعيك الاشتراكي. أحب أعرف أنه في الوقت الحاضر أتصور حضرتك تمثل التيار الاشتراكي الثوري في سوريا، اللي تشكلت في خضم التحركات والحركات الثورية اللي بلشت في 2011، صح؟ تماما، نعم. تيار اليسار الثوري تشكل في خضم الثورة السورية ب 2011، ويعني بزغ من ما كان يعرف بلجنة دعم الانتفاضة السورية، التي تشكلت بعد بالكاد يومين من اندلاع المظاهرات في سوريا في منتصف آذار، وضمت مناضلين يعني شبان وأقل يعني شبابا من الميل اليساري من السوريين داخل سوريا وخارجها.
وشارك يعني من كانوا في داخل سوريا في كل يعني التنسيقيات والمظاهرات التي قامت في الأشهر الأولى من الثورة السورية. ومن ضمن لجنة دعم الانتفاضة قسم من الرفيقات والرفاق ارتأوا ضرورة أن يكون لليسار السوري الداعم والمنخرط في الثورة السورية شكل منظم يعمل من ضمنه ومن خلاله في السيرورة الثورية الجارية. وعلى أساس هذا الموضوع عفوا نعم نعم انطلاقا من هذا الهدف تمت نقاشات طويلة يعني أخذت بضعة أشهر على أساس ما هو البرنامج والأسس فلنقل السياسية والنظرية الموضوع. وتم الإعلان عن تشكيل تيار اليسار الثوري في منتصف أكتوبر تشرين الأول 2011 وشارك في كل مسار النضالات الجماهيرية السورية بلحظات العالية الثورية ولحظات إحباطها حتى اليوم، يعني ما يزال مستمرا ويزداد تنظيما ويعني واتساعا. جميل جدا. أوكي، أنا طبعا صار عندي فرصة أنه أتابع مجموعة من المواقف والبيانات الصادرة بعد سقوط نظام بشار، ولاحظت نقطة أنه حبيت استفسر عن هذا الموضوع إذا تقدر توضح لي أكثر. في بيانكم يعني سميتوا الحركة هاي أو سقوط النظام بتحرر جماهير سوريا أو الشعب السوري مثل ما موجود في البيان يعني قصدي تيار الاشتراك الثوري في سوريا. وفي بيان التنسيقية الأممية، الثورة التنسيقية الأممية للاشتراكية الثورية، أو إذا ما أو التيار الاشتراكي الأممي أتصور، وهذا الاسم الدقيق للتيار. ذكر البيان أنه انتصار الثورة الديمقراطية اللي بلشت في 2011، فيمكن العديد من المشاهدين والمتابعين يكون عندهم ملاحظات حول هالمسألة. هل تعتبرون سقوط نظام بشار انتصار للثورة أو تحرر لجماهير سوريا؟ وكيف إذا ممكن تفسر لنا؟ هذا موضوع له علاقة بالفهم الحركات الجماهيرية والسيرورات الثورية يعني. نعم. قد يكون موضوع نظري يعني، بس ممكن يعني أوضح هذا الموضوع ببساطة. يعني اندلعت إذن ثورة عظيمة يعني في 2011 في آذار. هذه الثورة أو الثورة بشكل أدق تعرضت إلى وحشية غير معهودة من النظام البائد، نظام الطغمة للأسد الذي استخدم كل أنواع الأسلحة وأبشع أنواع الوحشية لقمعها. وتراجعت الحراك، تراجع إلى حد كبير مع نهوض يعني في مقابل لشكل مسلح متعدد الأشكال والأنواع الجيش السوري الحر الذي كان له طابع محلي غير مركزي، ومن ثم مجموعات مسلحة كثيرة لها صفة وسمة إسلامية. نعم. وصلنا إلى مرحلة أن هذا المسار الثوري صحيح هزمت الثورة يعني بمعناها كما كانت عليه، كانت الجماهير هي التي في الشوارع بمئات الآلاف وعشرات الآلاف إلى آخره. غابت الجماهير يعني وخف حضورها مقابل وجود هذا الصراع المسلح. نعم. وتضعضع النظام ليس بسبب يعني العمليات العسكرية فحسب، تضعضع النظام تحديدا بسبب الثورة السورية، بسبب هذه الأشهر الطويلة فلنقل عام أو عام ونصف من الحراك الشعبي الهائل. هذا هو اللي أفقد النظام شرعيته من جهة وحطم أركانه من جهة أخرى. فإذا مسار السيرورة الثورية مثل كل الثورات الكبرى، بالمناسبة كل الثورات الكبرى كانت في الولايات المتحدة بالقرن السابع عشر، ولا في بريطانيا ولا في فرنسا وغيرها، تأثيراتها يعني موجات ارتداداتها على مدى طويل، هذا مسار طويل له سنوات.
نعم. وإذا أخذنا نحن مثلا الثورة الفرنسية كنموذج، لما تم تحقيق يعني الانتهاء من هذه الحالة الإقطاعية والملكية إلى آخره، في الواقع من حققه كان تيير اللي هو يعني كان يعتبر ليس ثوريا إلى آخره. فتأثيرات الثورة نرى امتدادها حتى اليوم، ولم تنتهي، ستمتد سنوات طويلة تأثيرات الثورة السورية. بهذا المعنى برجع أقول ما جرى مثلا سقوط النظام اللي كان هدف رئيسي لتضحيات هائلة للسوريين، نعم. سقوط النظام الطغمة هذا المتوحش للأسد حرر السوريين بعد 50 عاما أو أكثر، 54 عاما من القمع والاضطهاد والشمولية والأجهزة الأمنية والاعتقالات والنفي والقتل إلى آخره. اليوم السوريين بغض النظر الآن كيف جرى الأمر بكل الأحوال، وهذا ممكن ويحتاج أن نتحدث عنه، نعم. تحرروا من هذا النظام، وفي نفس الوقت أصبح لهم الحق يعني بالعمل المباشر، بالاحتجاج، بنقد من يشاءون، بعمل وقفات، بتشكيل منظمات، بتشكيل التجمعات الديمقراطية إلى آخره. نحن الآن في لحظة انتقالية، وكل اللحظات الانتقالية رفيقي شمال نعم. تلك المحطات الأساسية في تاريخ كفاح الشعوب، يعني ليس لها اتجاه واحد، هذا يعتمد على خيارات الناس والجماهير. هناك أكثر من إمكانية، أكثر من طريق يمكن أن تسلك هذه السيرورة، ربما بشكل سيء نتائجها سيئة، وربما بشكل إيجابي. عشمنا نحن مع تحرر السوريين، وكما نراه يعني في دمشق وبقية المدن أن السوريون الآن يتنظمون، يحتجون، يتظاهرون، يفكرون، يقولون ما يريدون بحرية في فترة انتقالية قلقة وحرجة في نفس الوقت. وبالتالي يعني احتمال أن يكون المسار إلى مزيد من التحرر ومزيد من الديمقراطية هو المسار المنشود والذي يجب أن نعمل عليه، ولكن ليس هناك من شيء حتمي يعني بكل الأحوال. نعم. بهذا المعنى أنا قصدي أن نقول أن انتصرت يعني الثورة الديمقراطية أو إسقاط النظام بهذا المعنى، وتحرر السوريين وحقهم بالتعبير عن الرأي والتنظم يعني بهذا المعنى، ولكن لم تنتهي السيرورة الثورية من وجهة نظري حتى الآن. أنا سعيد جدا أشوف أنه الرفيق علاء عوض، الدكتور علاء عوض من مصر معنا. تحياتي لك. يقول تحية رفاقي الأعزاء شمال وغياث. أهلا وسهلا بك رفيق علاء عوض. سعيد جدا برؤية تعليقك وأنك تتابع برنامجنا. أوكي، بس رفيق يعني ما هي احتمالات، يعني طبعا أنا أحكي الكلام هذا ويمكن بعض أسئلتي يعني تشوفها أسئلة اعتراضية أو نوعا ما أسئلة لإثارة النقاش أعمق ويعني أشمل حول الموضوع. يعني في عديد من الناس يتابعون الوضع بسوريا ويتابعوه بقلق شديد. يعني التيار اللي انتصر أو اللي قدر يوصل لدمشق ولا شكل هذا التيار شكل دولة وحكومة، وما يعتبروها حتى حكومة انتقالية، يسموها حكومة مؤقتة. هذا التيار هو تيار جزء من تنظيم إسلامي رجعي، إذا يعني ما قلنا إرهابي وحتى دموي بالسابق، أو ليش ما نقول هو أساسا كان تيار دموي ومعروف. يعني حتى حكمه بمنطقة إدلب كان في احتجاجات واسعة ضد هذا التيار، وهذا هو التيار اللي هسه صار بالحكم في دمشق. فممكن انه هذا ممكن إن ما نقلق من هالوضع هذا، وما نشوف انه يعني بيسد آفاق تطور إيجابي في سوريا وفي المنطقة كلها. يعني من حقنا جميعا، من حقك رفيق شمال أن تقلق ونقلق جميعا طبعا، لأن ما جرى في سوريا منذ سنوات ليس كما كنا نشتهي. كما يقول يعني معلمنا الكبير يعني ماركس، يعني الناس تصنع تاريخها ولكنها تصنع بشروط مفروضة عليها، يعني لا تختارها بنفسها.
بمعنى هذا هو الظرف الموضوعي. كان تراجع للمسار الثوري، يعني الثورة السورية خلال السنوات الماضية، هذا سمح بتحويلها إلى التسلح يعني، وكما ذكرت هذا انتشار الفصائل المسلحة المتعددة الأشكال والإيديولوجيات، وفتح الباب إلى تدخل قوى إمبريالية في بلدنا، دول إمبريالية إقليمية أو دولية، روسيا، أمريكا، تركيا، إيران، حزب الله إلى آخره. هذا هو الوضع. إذا ناخذ هذا بعين الاعتبار. ما جرى، خلينا نشوف كيف يعني نحلل الموضوع هيك بقليل من الروية والموضوعية. من جهة أولا تضعضع هذا النظام ب 2015، تضعضعت أركانه، وصل إلى مرحلة أنه لم يعد يسيطر على أكثر أو أقل حتى من 20% من مساحة الأراضي السورية. هذا الموضوع أدى من جهة 2014 إلى تدخل الولايات المتحدة عسكريا في شمال شرق سوريا وما تزال موجودة، وتدخل تركيا بعدين، وتدخل روسيا ب 2015، وأيضا تدخل كان ب 2014 و13 14 وما بعد حزب الله وإيران. هذه التدخلات من جهة في حلفاء للنظام سمحوا له باستعادة جزء أكبر من المناطق ب 2017 18 بالتوافق بين الدول الإقليمية والدولية، إيران تركيا مع روسيا فيما يسمى مسار أستانا إلى آخره. وبقي النظام يعني، فالنظام بقي ليس لأنه كان قادرا، كان منهارا متهالكا في ذلك الوقت. منذ ذلك الوقت بقاؤه كان رهنا فقط بوجود حلفائه بشكل عسكري ومباشر، إيران، الحرس الثوري وغيره، وميليشيات يعني طائفية أخرى من يعني شيعية فلنقلها يعني، إضافة إلى حزب الله، إضافة إلى التواجد العسكري المباشر والقوي للفيدرالية الروسية في سوريا. هذا كان هو الضامن لبقائه. نعم. إذن هو نظام متهالك. في نفس الوقت حتى حلفائه باتفاقهم مع يعني فلنقول تنظيم علاقاتهم مع الدول الإقليمية والدولية الأخرى، كانت الولايات المتحدة ولا كانت تركيا، النظام لم يتقدم خطوة حتى في بمفهوم يعني فنضع أنفسنا في عقل النظام يريد أن يبقى يعني أن على الأقل يتفاوض ولو مع الهياكل المعارضة التابعة لدول إقليمية اللي كانت موجودة، مثل الائتلاف الوطني اللي هو تابع لتركيا وغيره من المعارضات اللي هي هزيلة لا تشكل خطر عليه. كان ممكن هكذا يفتح مسارا انه في حل سياسي، لم يفعل ذلك. كان متعنت الى درجه يعني يعتقد انه هو خالد، يعني طالما حلفاء هنا فهو خالد ويرفض ادنى تنازلات. منذ عامين مثلا حتى تركيا يعني أردوغان بعد أن كان واقفا ضد النظام ويعلن ذلك أنه يريد أن يصلي في الجامع الأموي، مد يده للنظام أنه ضروري التطبيق، ورغم ذلك اعتقد النظام بكل رعونة. أنا بحكي أنه حتى هو نفسه يعني عصي حتى على مسألة أنه بعض الإصلاحات وبعض الإصلاحات الشكلية اللي ممكن تساعد في ديمومته إلى آخره. بالتالي اللي جرى وخصوصا بعد طوفان الأقصى والضربات القاسية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وبالذات في غزة، حماس، في لبنان حزب الله، إيران نفسها ضربات تعرضت لها داخل سوريا وأيضا داخل إيران نفسه. فإذا حتى وروسيا منغمسة يعني ومهتمة بشكل أساسي استراتيجيا بحربها في أوكرانيا. بالتالي نظام متعنت لا يستمع إلى نصائح يعني حلفائه من جهة أنه يقوم ببعض التغيرات يفتح آفاق للسوريين حتى يبرر يعني بقاؤه. إضعاف حلفائه الأساسيين اللي كانوا مشاركين حزب الله وإيران بشكل أساسي، وأيضا موقف المخزي تجاه إيران نفسها يعني النظام بالسنة الأخيرة بدأ يطلب من التواجد الإيراني أن يخف وأن ينسحبوا يعني قليلا من مشهد داخل سوريا،
والضربة القاسية يعني علينا أن نقول ذلك لحزب الله، نعم. وأيضا موقفه الهزيل مما جرى في فلسطين منذ عام، يعني كان موقفه كأنه يعني هو بلد موجود في أفريقيا وليس في سوريا يعني أبدا، غير معني تقريبا في الموضوع. بالتالي بهذه الخريطة هي دول، يعني حتى دول أنا أعتقد يعني تركيا بشكل أساسي رأيت أنه يعني أعتقد يعني بدون ما ندخل بمفهوم المؤامرة حتى بعض الحلفاء وكذا، أنه هذا النظام غير قابل، لا أحد يستطيع يعني أن يضمن بقاؤه. اللي جرى الآن أنه صارت حملة عسكرية بدعم تركي استخدمت أو استندت على هيئة تحرير الشام، يلي هي أكثر الفصائل رغم إسلاميتها أكثر الفصائل انتظاما وانضباطا، نعم. وهم أنه كانوا قاعدة وكان لهم يعني ممكن أحكي عن هذا الموضوع قليلا لو شئت يعني. نعم. يعني هي تحرير الشام بشكل أخص يعني تميزها عن القوى الأخرى، ليس للدعاية بقدر التوضيح موضوعيا ماذا يعني يجعل هذه مختلفة عن الآخرين. لا طبعا معلومات مفيدة، لا إذا يعني ممكن أحكي كلمتين عن هذا الموضوع. نعم. طيب نعم. هي مجموعة أتت يعني من الدولة الإسلامية في العراق، شباب سوريين ذهبوا للعراق للقتال ضد الاحتلال الأمريكي في العراق. نعم. متدينين إسلاميين إلى آخره. نعم. فالحاضنة التي احتضنتهم كانت هي الدولة الإسلامية. عندما اندلعت الثورة السورية ب 2011 يعني بعد أشهر يعني قررت الدولة الإسلامية أن ترسل هذول الشباب يعني بشكل أساسي، مش كلهم سوريين بس بشكل أساسي سوريين، وكان منهم الجولاني يعني أنه يعودوا إلى سوريا بيتظرف، وشكلوا جبهة النصرة. تميزت منذ البداية أولا أنه هي منتمية إذا كانت للدولة الإسلامية، تميزوا منذ البداية ب أولا شجاعتهم وانضباطهم وقدراتهم العسكرية المتميزة عن بقية الفصائل. بقية الفصائل كانت هي السكان، يعني بعض الجنود المشقين والسكان المحليين المدنيين حملوا السلاح دفاعا عن نفسهم. فكانت مجموعات يعني شبه محلية ومختلفة، ما في تنسيق فيما بينها وما في شيء يربطها، يعني تصورات هذا الجيش الحر يعني. أما جبهة النصرة كانت عقائديا ملتزمة، عندها رابط عقائدي قوي، زائد أنه عسكريا كانت يعني عندها خبرات ومنضبطة في عملها العام. لم نسمع مثلا خلال هذا المسار عن مجموعات كثيرة مثلا من الفصائل المسلحة الإسلامية وغيرها، يعني كان في مذابح، كان هناك في انتهاكات ضد المدنيين، في عمليات سرقات، اغتصاب إلى آخره. جبهة النصرة كانت أقل هذه الفصائل يعني في هذا المجال، يعني لا يعرف عنها هكذا ممارسات. وفي 2013 يعني عندما تحولت الدولة الإسلامية إلى الدولة الإسلامية في الشام، في العراق والشام، داعش، أعلنت جبهة النصرة انفصالها. إنه نحن سوريين، نحن همنا الوضع السوري وليس داعش، تحرير روما وتحرير الفاتيكان يعني هذا الهوس الجهادي العالمي. فهذه أول نقطة تفارق يعني بمفهوم الجهادي جبهة النصرة في ذلك الوقت، هي انفصال الإيديولوجي والتنظيمي عن داعش، اللي هو يعني من أبشع التنظيمات الفاشية والإرهابية اللي شاهدناها بين كل المجموعات الأخرى. وفي 2016-17 أيضا أعلنت جبهة النصرة مع تغيير اسمها، يعني هيئة فتح الشام وبعدين هيئة تحرير الشام، قررت أيضا قطع علاقتها التنظيمية وحتى العقائدية مع القاعدة. شو هي الأسباب اللي ممكن تؤدي لذلك؟ الأسباب أنا كانت قناعتي وأنا كنت كاتب 2014 بعض التقدير يعني للتمايز يعني فلنقل النوعي نسبيا بين هذه الفصائل الداعش والنصرة، تحديدا أن النصرة كانت انغرست سوريا
أغلب شبابها كانوا من السوريين، أغلب مش كلهم بس أغلب شبابها كانوا من السوريين، وكان هدفه الرئيسي بشكل واضح هو الوضع السوري وليس الأوضاع في البلدان الأخرى، في العراق، في الشام، في العالم، كما هو الوضع الجهادي اللي كان شائع عند نعم. التيارات الأخرى. 2 عندما انتقلت يعني أو تم تهجير يعني كثير من المقاتلين نتيجة التسويات مع تركيا ومناطق خفض التصعيد، وعندما استطاع النظام أن كما ذكرت قبل قليل أو ذكرت قبل قليل على أن النظام استعاد ب 2015 و16 مع التدخل الروسي، استعاد من 20% من المناطق إلى 60%. فتم نعم. إخراج كل المقاتلين وأعداد هائلة. بتعرف أنت نصف الشعب السوري كان لاجئ أو نازح إلى شمال سوريا، شمال غرب سوريا. ففي إدلب كان جبهة النصرة هي التنظيم الأكثر التزاما وانضباطا بين الفصائل الأخرى، وقامت على عدة قضايا ممكن أذكرها إذا هذا الموضوع مهم. نعم. هي أولا أدارت الشؤون تحت مناطق سيطرتها بشكل أكثر كفاءة من أي منطقة أخرى، بمعنى الائتلاف اللي يمتلك الملايين من الدولارات والدعم القطري والتركي وغيره في ذلك الوقت كان مشكل، يعني شكل حكومة اسمها حكومة مؤقتة تدير مناطق احتلتها تركيا في عملياتها ضد الحركة الكردية، ولكن كانت هي مجرد يعني مجموعة من اللصوص والنهابين والسراقين على حساب الناس تماما بدون أي خدمات، إلا تركيا هي تعمل يعني الخدمات. في حين أن جبهة النصرة التي سيطرت على مناطق في إدلب شكلت حكومة أخرى اسمها الحكومة المؤقتة، حكومة الإنقاذ عفوا، حكومة الإنقاذ، وأدارت نسبيا مقارنة بتلك المؤقتة بشكل أكثر كفاءة مما كان عليه. وأيضا تعاملهم مثلا مع الاحتجاجات كما أنت ذكرت، تعاملهم لم يكن دائما بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، كانوا يعتقلون نعم إلى آخره، ولكن لما صارت مظاهرات، آخر مظاهرات إذا تتذكروا كانت في أبريل نيسان من هذا العام، نعم. هذا 2024 كانت هناك مظاهرات في إدلب ضد هيئة تحرير الشام على أساس قضايا إنسانية، قضايا المعتقلين، قضايا المعيشية إلى آخره، في عدد من القضايا. لم يتم إطلاق النار على أحد، لم يقتل أحد من المتظاهرين، بالعكس يعني في ذلك الوقت أنا أتذكر أن الجولاني خرج ويعني وافق على أن هناك إصلاحات يجب أن تقوم إلى آخره. لا أدافع، أنا بحكي المشهد. بينما لو هذا حدث مثلا في مناطق الجيش الوطني اللي هو تابع لتركيا في مناطق أخرى يعني كانوا أطلقوا النار بكل سهولة. إذن في تأثيرات أدت إلى تحولات داخل هذا الشكل هذا دون أن يفقد طابعه الجهادي الإسلامي، أنا لا أنكر ذلك حتى الآن. فتركيا وغيره أعتقد من الدول رأت بهذا التنظيم هو الأكثر انضباطا ممكن يضبط إسقاط أو يعني إعلان إسقاط نظام هو بالأساس متهالك ينتظر نسمة هواء لكي يسقط بذاته. يعني النظام لو أيا كان حضر يعني أتى كان سيسقط. سبب إضافي لماذا سقط النظام هذه السرعة؟ سقط النظام هو لتهالكه الداخلي، لتفتته الداخلي. يعني عنده جيش يعني عرمرم جرار كما يقال. مدينة حلب المدينة الثانية سقطت ب 24 ساعة بالكاد، كان في بعض المعارك. لماذا؟ لأن كل الجنود وأغلبية الضباط الصغار إلى آخره رموا سلاحهم وعادوا إلى بيوتهم، لا أحد عنده رغبة أن يدافع عن هذا النظام. إذا من هو المحرر بالنهاية؟ من هو المحرر؟ من جاء إلى القصر بسيارة وكان عنده بنادق وعددهم 20,000، ولا سيرورة كاملة داخلية وخارجية أدت أن هذا النظام آيل إلى السقوط بكل سهولة أيا كان الأداة التي ستعلن موته. فبهذا المعنى أنا أقول من حرر السوريين هو سيرورة كاملة، وهو الشعب السوري بشكل أساسي. هي ثورته ب 2011 هو المحرر الأساسي للسوريين اليوم وغدا والبارحة كمان، وليس أحدا آخر. نعم.
كان طبعًا أنا قرأت ما بكلمة أو كان text قصير إلى الجماهير في الساحل. قرأت في الفيسبوك هذا التصور اللي حضرتك هلأ عرضته إنه فعلًا هو الشعب هو المحرر. وطبعًا مع الأسف في يعني مرات التحليل اللي يعني يستخدموه طريقة التحليل اللي يستخدموه بعض حتى من ضمن اليسار يعني ينسى إنه للجماهير دور، حتى لو كان دور غير فاعل وظاهر وبارز، ولكن الدور الأساسي للجماهير. يعني إذا كان نظام معين آآ الجماهير ترغب في بقائه، ما كانت تسقط بهالسهولة هاي. وحتى ببعض المناطق أني كنت أتابع يعني السيرورة اليومية للمعارك، وهاي في مناطق أساسًا لا الجيش الحُر اللي موجود بالجنوب واصل له، ولا حتى آآ جماعة النصرة أو هيئة تحرير الشام بعد واصلين. الناس بنفسهم يعني شكلوا مفارز وخلايا مسلحة وهاجموا ولكن اللي نشوفه هسه في الوقت الحالي إنه هاي الهيئة، هيئة تحرير الشام، كانوا فعلًا بالضبط هم اللي قاموا بكل شيء. يعني هم اللي محررين الأساسيين، وهم اللي قاموا بالعملية، وتصرفاتهم اللي شفناها خلال هالأسبوعين الأخيرين بعد سقوط النظام ما تنبئ بالنسبة إلي كمتابع. يعني دع عنك حتى إحنا خلينا مثلًا نقول إنه مثلًا يقولون الجولاني تحول وصار اسمه أحمد الشرع، وأني طبعًا أنا ما أقبل بها. أنا ما زال بالنسبة لي أبو محمد الجولاني ما راح يختلف إلا إذا شفنا تغيير فعلًا على أرض الواقع يعني يبين إنه هو هذا الشخص أساسًا مو استمرار للشخص الدموي اللي عرفناه ضمن الحركة السابقة. يعني قصدي دع عنك إنه هذا تاريخهم شلون، بس هسه التصرفات اللي شفناها خلال الأسبوعين الأخيرين ما يقول لنا إنه هذا التيار في تصوره إنه في إمكانية لإنه يكون مشارك للقوى الأخرى في الحكم. يعني كأنه مستأثر بالحكم إلا بنفسه. يعني هو سقط بشار، إجا بمكانه أبو محمد الجولاني وخلصت القصة، كأنه هيك. وبعدين التصريحات اللي يقولوها مثلًا المتحدث باسم الحكومة يعني يحكي حكي عن المرأة وعن النساء كأنه طالبان، يعني ما في فرق. بس يعني على استحياء يقول ما يقول نفس التصور اللي تنفذه وتأمل به طالبان. بس فحوى كلامه أو جوهر كلامه هو نفس التصور عن دور المرأة في المجتمع السوري. وهذا. ويعني أبو محمد الجولاني في لقائه كان مع الBBC أنا سمعت، واعترف اعتراف ضمني صريح بدولة إسرائيل. قال إنه مثلًا بجوارنا دول إقليمية فاعلة ومؤثرة مثل تركيا ومثل إسرائيل. اعتراف صريح بدولة إسرائيل حاله حال تركيا. يعني كيف إنه تركيا دولة، إسرائيل أيضًا دولة، ولكن ما اتجرأ وما قدر إنه يحكي بصراحة بكل سهولة، بنفس السهولة يعترف بحقوق المرأة وبمساواة المرأة بالرجل وبعلمانية الدولة أو حتى بالديمقراطية. يعني تلكأ حتى في لفظ كلمة الديمقراطية، كأنه الديمقراطية كفر هو يعني مثل ما يقولون الإسلاميين بدعة وكفر الديمقراطية. أتصور إنه بهالمسائل هاي ما تخلّينا إنه يعني نستبشر خير بما يفعله أبو محمد الجولاني وتياره، ولكن ما هو دور الجماهير؟ طبعًا أنت شخص أعلم مني بما يجري في سوريا. تصوري عن أي بلد مثلا يغيب عن المستبد ويغيب عن هذا الاستبداد والكتم والتعتيم على كل شيء، الجماهير تقوم بدورها. يعني على الأقل لجان شعبية في محلات معينة لإدارة أمور بسيطة ولحماية الأمن والاستقرار. نشوف هالمسائل هاي في سوريا، أو في أمل أنه مثلا انه هالمبادرات هاي تتطور على حسب علمك؟ تمام.
رفيق شمال. خلينا نبلش هيك يعني نفكك الموضوع حجر حجر. ها اوكي تفضل. أولا يعني بدي أعود أنا على مسألة التحرير، لأنه في مقولة يعني نعم. تقول من يحرر يقرر، يعني هذه حجة يرسلها يعني نعم. يروج لها بعض الموالين يعني اللي يبالغون يعني في تملقهم للسلطة يعني بشكل عام. من نعم. يحرر يقرر. نعم. فأنا تركيزي على أن من حرر هو الشعب السوري، فهو يقرر الشعب السوري ما حد نعم. ثاني هو الذي يقرر، مشان ننتهي من هذا الموضوع وهذا السبب. اثنين، أنا حكيت على سيرورة كيف إسقاط النظام، يعني أيا كان، يعني لو بعتوا يعني بحصة تركيا يمكن كانت أسقطت النظام أو أي أحد ثاني، يعني ما كان لم تجري معارك في الواقع. نعم. ولكن قبل ما تدخل قوات هيئة تحرير الشام وحلفائها من الفصائل مدينة، كان تنسحب كما حكيت، تفككت يعني قوات الجيش وانسحب الجنود والضباط يعني بدون قتال في أغلب الأوقات. معارك صغيرة جدا، اشتباكات صغيرة جدا جرت. وفي أكثر الأوقات كانت تنزل بعض الجماهير إلى الشارع لما إنه الشارع أصبحت لها، ثم تدخل قوات هيئة تحرير الشام مع الآخرين وتعبر المدينة تقريبا عبورا، يعني كأنك ماشي مشوار يعني تتفسح. يعني لم تجري معارك، بالتالي من يعني حرر؟ أكرر، هو الشعب السوري اللي حرر يعني، وعوامل أخرى يعني تقاطعت أدت إلى ما جرى الآن. الآن حتى نفهم الآن الوضع. إذا يعني ليس هناك حزب جماهيري فنقول كان له جناح مسلح، قوة مسلحة شعبية هي قضت على النظام. نعم. نعم، هناك فصائل عديدة إلى آخره، ولكن في منطقة ما محددة يعني كان شمال شرق سوريا فيها نازحين كثر. يعني فقط بدي أحب يعني أود أن أذكر يعني كمان بعض المعلومات حتى يكون عندنا تصور مشترك. يعني نعم. يعني ما يجري حدث هام في سوريا، في تاريخ سوريا، يعني حدث بالنسبة لي رائع. يعني أنا سعيد جدا بسقوط النظام، يعني رغم كل التحديات اللي بيطرح الواقع وبتطرح علي أسئلة حول آفاقه. ولكن في شمال غرب سوريا نعم. هناك حوالي 4.5 ملايين مواطن سوري. 3 مليون منهم هم نازحون من مناطق أخرى من سوريا نتيجة عنف النظام ووحشية النظام. نعم. 2 مليون من هؤلاء 3 ملايين نازحين أو لاجئين يعيشون في الخيام في أسوأ الظروف. 3 يلي كان في ذلك الخيام عمره 10 سنوات، بعد 13 سنة أصبح عمره 23 سنة. ومدينته ليست الخيمة وليست إدلب، هي في حوران، هي في ريف دمشق إلى آخره، في حمص إلى آخره. هذه هي البنية الحاضنة لهيئة تحرير الشام وغيرها. هون أبناء المخيمات اللي بدهم يرجعوا إلى مدنهم، إلى بيوتهم. تمام؟ هي أولا إذا ليس هناك حاضنة. أنا بدي أحكي على العموم الوطني، ليس هناك حاضنة للمجموعات المسلحة. ما دخل في العملية يقدر، أنا لا أملك معلومات دقيقة، من 35 إلى 45 ألف مقاتل. جيش النظام كان حوالي 250 ألف عسكري. لو كتيبتين قررتا في حلب أن تقاوم لكنا حتى اليوم نسمع عن معركة حلب، لما بالضرورة سقطت حلب 24 ساعة. بالتالي عدد قليل من المقاتلين بدون حاضنة شعبية. عن جد لا توجد هناك حاضنة شعبية. الآن تتشكل، يتم العمل على خلق حاضنة شعبية لهذه السلطة الجديدة اللي هي الآن موجودة في سوريا. إذا لا توجد هناك حاضنة شعبية بالمعنى الواسع، ولكن السوريون كلهم سعداء بالخلاص من هذا النظام الأسدي اللي جاثم على صدورهم من 54 سنة الأب ومن ثم الابن، بدون ما لا توجد كانت آفاق
في يأس عام عند السوريين 13 عام، لا توجد آفاق لحل سياسي لمخرج من هذا الوضع البائس، والنظام فقد فيها يعني حاضنته اللي كانت موجودة يعني تدعمه، فقدها تماما. ما عاد أحد يؤمن أنه هذا النظام فعلا هو هنا ليدافع عن مصالحها أو يقدم لها مخرجا، أفقا، أملا ما إلى آخره. كل العوامل موجودة، إذا لا يوجد هناك في صبو عند كل السوريين اليوم للتحرر وعدم تكرار هذا النظام الذي عاشوا فيه تحت وطأته نصف قرن. هذا من جهة، وعم تتحركوا. للأسف الخبرات قليلة، لأن النظام قمع كل عمل سياسي ونقابي واجتماعي وغيره في سوريا خلال 50 عام. السوريون يتعلمون، يتدربون اليوم على العمل العام، على بناء تنظيمات، أحزاب، جمعيات، التظاهر، لا يدرون كيف يتظاهرون وكيف ينظمون مظاهرات وكيف ينسقون على، يعني بيتعلموا. بالتالي الجماهير إذن هي تخرج إلى الشارع، إلى مسرح التاريخ مرة أخرى، ولكن بخبرات ضعيفة للأسف على الصعيد السياسي. هذا من جهة، وهذا موضوع مهم. ولا تقبل، يعني لا يمكن أن تقبل أن يأتيها أحد يعني كمخلص يعني إلهي ويعني يبد عادل مشددا بأي حجة، يعني كما عمل حافظ الأسد. لا يمكن يعني. ولا تمتلك يعني أي سلطة اليوم، كما ذكرت لا تمتلك حاضنة شعبية يعني الآن لها أن تفرض على السوريين. اثنين، بدي أحكي أنا شغلة أخرى، يعني هي أنه حتى الآن السلطة في سوريا بهذه الظروف اللي حكيناها، البلد مدمرة، البنية التحتية مدمرة، القدرات العسكرية لسوريا اللي كان يمتلكها النظام السابق تم تدميرها للأسف يعني من الدولة الصهيونية، يعني وكانها تسرح وتمرح كما. فبالتالي البلد بقدراته منهك ومدمر، الجماهير متعبة من جهة، وبرجوازية سوريا أيضا غادرت البلاد إلا ما قل منها من أمراء الحرب إلى آخره. وبالتالي في وضع إنهاك للسلطات الموجودة من جهة هذه السلطة، وأيضا لجماهير يلي هي متعبة ومنهكة، ولكنها تدخل الآن إلى مسرح التاريخ وإلى النشاط والفعل. الشق الآخر على الصعيد الإقليمي والدولي، سوريا 13 عام كانت يعني مثل خراج لعدم الاستقرار، بؤرة لعدم الاستقرار هائل في المنطقة. وهذه المنطقة مهمة لكل الدول الإقليمية ولمصالح الدول الإقليمية والإمبريالية في العالم. وبالتالي زيادة عدم الاستقرار أو التهاب عدم الاستقرار في سوريا مجددا ليس لهم مصلحة فيه الآن. سوريا ضعيفة، محطمة، نعم، هنا التحتية والعسكرية وإلى آخره لا تشكل تهديدا فعلا يعني. ورغم ذلك الشعب السوري، الجماهير، أنا أحكي ليس عن السلطات، الجماهير اليوم السورية رغم كل تعبها وإنهاكها وضعفها لا تتوقف عن التظاهر ضد العدو الإسرائيلي في القنيطرة ومناطق القنيطرة في كل البلدات والمدن. واللي بيتابع الأخبار وهي لا تثير اهتمام الكثيرين بيشوف أن السوريين والسوريات يحتجون ويواجهون ويقاومون بدون سلاح الاحتلال الإسرائيلي اللي الآن يتجاوز. فإذا الآفاق يعني منفتحة على كل شيء. ممكن أن نذهب إلى ما هو أسوأ وأيضا ما هو. بكل الأحوال هذه اللحظة هي لحظة تحرر الجماهير السورية. هذه الفكرة الأساسية بدي أركز عليها. هي لحظة أي مسؤوليتنا الآن بهذه اللحظة القوى الديمقراطية والاجتماعية واليسارية، ضرورة التنظم، ضرورة حشد القوى، ضرورة أن يكونوا فاعلين، تشكل نقابات والجمعيات. هي قضية مهمة لأن هذه ستؤثر على مستقبل سوريا. ولا نتفرج فقط، يعني السلطة القائمة الآن هي تحت ضغط الجماهير من جهة، وأيضا الظروف الموضوعية، يعني لا يمكن عليها يعني أن تشتغل شرطة ب40-50 ألف مقاتل بين ما تشكل جيش وكذا إلى آخره. يعني هي سيرورة طويلة. لا يمكن بالصراع الموجود، صراع الإرادات داخل سوريا وأيضا في الإقليم، أن تدعي أنها تمتلك كل الحقيقة وستفعل ما تشاء. هذا لا يعني ليس من مصلحتهم أصلا يعني، وليس ممكنا بالنسبة لهم. أخيرا أنا بدي أحكي نقطة أساسية عندي نظر في هذا الموضوع.
هناك عند اليسار بشكل عام يعني عندنا هوس بموضوع العلمانية اللي بتعني هو عداء للإسلام والمسلمين، يعني المتدينين. بصراحة نحن لا نملك هذه المسألة، اهم. بمعنى لا يعنينا، يعني هذا من حق الناس أن تكون مؤمنة وتمارس شعائرها الدينية إلى آخره. الصراع الذي أن يكون يعني بالنسبة لنا يعني كيساريين هو صراع على البرامج والمواقف الاجتماعية والسياسية، وليس شيء آخر، وليس العقائدي. صراعنا ليس ما هو في السماء، صراعنا ويعني معاركنا هي لما يمكن ويجب أن يكون عليه وضع البشر على الأرض. فبالتالي ليس لا عندي فرق للمسلمين ولا المسيحيين ولا هذا متدين غير متدين، ولكن أنا باصارع يعني وباحتج وبانقد وباحاجج أفكار ممكن تكون رجعية إلى آخره. نعم، بس على الصعيد السياسي يعني، وليس على الصعيد اللاهوتي يعني. فلتعتقد لا الناس أكيد أكيد، ولكن يعني رفيق إياس، أنا ما أعرف ليش هذا التعبير عن العلمانية. الشيء اللي أعرفه عن العلمانية هي مو نقد الدين بذلك بتلك المعاني اللي حضرتك أشرت إليها، معاني فكرية وأيديولوجية وعقائدية. هي العلمانية تعني إنه الشريعة ما تكون شريعة الدولة أو قانون الدولة، وإحنا القوانين لازم تعتمد على يعني معايير وأسس معاصرة، وليس ما موجود في التراث الديني. وهذا هو يعني أتصور إنه أقصى ما يذهب إليه العلمانيون في سوريا هو إنه يكون في فصل بين الدولة كمؤسسة تدير شؤون البلد، وبين العقيدة الإسلامية اللي كل واحد حُر فيها، يعني بيعتقد إنه بمواضيع معيّنة اعتقاداته الشخصية ما حد ما إله دخل فيها. وأساسًا حتى ببلداننا إحنا نعيش في أوروبا في بلدان علمانية، يعني أقصى التحرُّر متوفّر لأتباع الديانات المختلفة في ممارسة كل شعائرهم، في أعيادهم، مناسباتهم، حتى في بلدان كانت تتخصص إلهم ميزانيات كبيرة على مود ممارسة الشعائر هاي. العلمانية ما تعني منع الناس من أداء يعني شعائرها الدينية وإقامة شعائرها الدينية. العلمانية تعني إنه شريعتك شريعتك، تقدر تمارسها بالبيت عندك أو في فضائلك الخاص، والعلاقة بينك وبين إلهك. ما تريد تاخذ دين من البنك على مود ما تدفع الربا، لا تعملها، ما تاخذ دين من البنك، روح مثلًا اخذه من بنك إسلامي، خلّي يغرموك الربا قبل ما تاخذ الفلوس. هاي بكيفك يعني، هاي هي بس إذا تريد تفرض على الدولة إنه مثلًا يعني أولى الخطوات مثلًا إقامة الصلاة جماعية في جامعة حمص، والدعوة ل ل لت مثلًا فصل الإناث عن الذكور في مجالات العمل. هاي دعاوى يعني نسمعها، هذه مو مسائل مثلًا إحنا ندعيها، مسائل نسمعها. قبل ما يعني ندخل بهذا النقاش، بس أكو الرفيق علاء عوض يعني كتب بعض الملاحظات. أتفق مع صديقي ورفيقي العزيز غياث أن التحرر السوري هو نتاج سيرورة ثورية ممتدة، ولكن هناك الآن سلطة أمر واقع صحيح. تنسب لنفسها هذا النصر. صحيح الكلام. وبعدين يقول: وإن هذه السلطة هي بالضرورة من تيارات الإسلام السياسي. وأيضًا هل ترى يا رفيقي أن هنالك من يتبنى ما يسمى بالتحول الديمقراطي داخل التيار الإسلامي السياسي؟ وأيضًا ملاحظة رفيق غياث: هناك فرق ضخم بين الصراع مع الدين الإسلامي والصراع مع الإسلام السياسي. تقريبًا أنا يمكن بنفس المعنى حكيت. والعداء لفكرة الدولة الدينية يختلف تمامًا عن العداء للدين. وطبعًا نشكر الرفيق علاء عوض على هاي الملاحظات القيمة ال على الأقل أنا من نفسي أتفق معاه تمامًا. وأيضًا هناك تحيات من رفيق آسر شعبان نشكره، ونطلب مرة أخرى من المتابعين الأعزاء إنه يحاولون share أو مشاركة الفيديو، أو الفيديو من الفيسبوك أو من اليوتيوب على منصاتهم لكي يعني يشاهدنا ويتابعنا أكثر عدد من المتابعين.
نعم رفيق غياث، ملاحظاتي وملاحظات الرفيق علاء أوض. تفضل. شكرا لك وللرفيق علاء على هذه الملاحظة. أولا يعني نحن مشكلتنا في سوريا كانت نعم. ليس مع الإسلام السياسي في الواقع، مشكلتنا كان مع نظام ديكتاتوري 50 سنة يدعي أنه علماني، وأدى في المخيال العام للناس أن العلمانية تعني هذا، يعني هذا الفجور، هذا الفساد، وهذه السفالة، يعني في امتهان كرامة السوريين ونهب خيراتهم وانتهاك حرمة يعني حياتهم وإنسانيتهم. هي المشكلة. 2، لا أعتقد أنا في سوريا في إمكانية لقيام دولة دينية ولا بمعنى من المعاني. ممكن تقوم سلطة طائفية كما هو في لبنان أو في العراق، ممكن إذا موازين القوى السياسية والاجتماعية من الهزالة لدرجة ومن التعفن لدرجة، أن هذا الحل الوحيد في الصراع السياسي الموجود، وهذا مشروع حرب أهلية. دولة دينية كما هو يتم التخويف منها لا يمكن أن توجد. دولة طائفية، سلطة طائفية، محاصصة طائفية، نعم هذا هو الخطر. حتى نحدد المصطلحات. 2 حتى يكون في يعني مشروع دولة دينية، يعني بمعنى ما، يعني في شروط عديدة، بس بدي على الأقل شرط واحد، أنه في هناك يعني نوع من الغالبية، يعني العظمى، يعني طرف يعني ذو طابع ديني محدد. يعني في سوريا هناك تنوع مذهل. أولا هناك الإسلام بمذاهبه العديدة، يعني الدروز والعلويين وغير ذلك والإسماعيليين والسنة، في قوميات عديدة يعني، وأيضا بدون ما ننسى اليزيديين يعني كمان، لأنه هم أيضا والشيعة موجودين أيضا، الشيعة وإلى آخره يعني. وممكن نسيت ناس، يعني أنا آسف، يعني لأن سوريا من تنوع مذهل يعني. وأيضا تنوع في العرق، يعني في الكرد ثاني قومية هامة في سوريا، في التركمان، في الأرمن، في السوريان، في السوريين إلى آخره. فكيف يعني كيف ممكن أنت تعمل دولة يعني بمعنى ما أنها تزوطت؟ بالتالي هذا التكوين صعب. أما مخاطر أن تقوم ديمقراطية، وهذا نحذر منها منذ سنوات طويلة وليس الآن، نظام ديمقراطي بين قوسين يقوم على المحاصصة الطائفية، لا. لهذا السبب علينا إذن ما ندعو إليه، وهذا أعتقد يعني بكل الأحوال كل ما هو موجود اليوم لا يمتلك شرعية، لأنه من هو الحاكم بأي شرعية؟ بشرعية البندقية لا تمتلك شرعية. الآن الناس مبسوطة وتتعامل يعني بتقدير إلى آخره، باعتبار أنه يعني هم اللي كنسوا يعني هذا النظام المتهالك إلى آخره. أوكي. ولكن الشرعية بتحتاج إلى بناء نظام، هذا النظام يجب بالضرورة سيكون على أساس ديمقراطي. القصة الصراع الآن الإيرادات في سوريا بين السوريين وأفكارهم هو نظام ديمقراطي يقوم على المساواة بين السوريين وغير طائفي. هذا هو الصراع. أما العلمانية بتفصيلها يعني هذا بتكون عم ندخل بمعارك جانبية وعم نمزق جهود السوريين بالمعركة الحقيقية، بناء نظام ديمقراطي سوري غير طائفي ويعترف بكل المكونات القومية وغير القومية في سوريا، وبالذات الشعب الكردي. نعم. حقوق الشعب الكردي لأنه مكون أساسي في سوريا، حقوق القومية والثقافية واللغوية وإلى آخره. يعني لا يمكن بعد كل هذا المأساة هاي أن نتابع يعني مسار أيضا على أساس التمزيق الطائفي أو الديني أو العرقي في سوريا. علينا أن نواجه يعني هذا الخطاب الشوفيني أو التهييج الطائفي. إذن نظام ديمقراطي يعترف بالحقوق القومية وغير طائفي، هذه المعركة الأساسية. لا يعني أنا أحترم طبعا، يعني أنا شفت يعني مظاهرات من أجل العلمانية ضروري ولازم حتى تتوضح لبعض الهوجات الإسلامية الموجودة، يعني أنهم يعني ما يتمادوا.
ما يسودوا أن هناك في أيضا بين السوريين، لا يعني يريدون فصل الدين عن الدولة. بس المعركة بالنسبة لنا نحن الأساسية هي حشد الجماهير والقوى السياسية الديمقراطية السورية من أجل بناء نظام ديمقراطي يعترف بحقوق كل مكونات السوريين القومية ويحترم كل الأديان والشعائر على قدم المساواة، وغير طائفي، لا يقوم على المحاصصة الطائفية. هلا يعني بعدين هلا ممكن تسأل يعني على المسار المطلوب والممكن يعني. لا، هو طبعا هذا هو السؤال الأساسي. أتصور إنه آفاق المستقبل بالنسبة لنا يعني طبعا كل ما نقول على التحليل والتصور والمخاوف، مخاوف مشروعة. وطبعا نقطة هنا يعني كثير مهمة، إنه بالتجربة شفنا إنه الإسلام السياسي، خصوصا الإسلام السياسي السني، يعني مو نفس الحالة عند الإسلام السياسي الشيعي. وطبعا هو مرد أتصور إنه المؤسسة الشيعية مؤسسة يعني تقريبا ما يشبه دولة خارج الدولة أو دولة داخل دولة، مثلا مثل مؤسسة الكنائس الكاثوليكية، إنه مثلا سلسلة مراتب معينة، في مثلا مراجع، وفي ناس مثلا ناس يقلدوه، وفي مثلا مجال لل يعني الاجتهاد والاتيان بتصورات معينة. بس الإسلام السياسي السني أثبت فشله في إدارة الدولة وفي إنشاء منظومة قابلة للحياة. يعني احنا نشوف اليمن، نشوف في مثلا اليمن طبعا الإسلام السياسي السني داخل، حتى لو كان الجماعة الزيدية يعتبرون نفسهم من الشيعة. شفنا ليبيا، شفنا الصومال، شفنا السودان اللي كانت عندها دولة، وعلى أثر تدخل الإسلام السياسي وسيادة الإسلام السياسي تحولت إلى ما تحول إليه. عندنا أفغانستان مثلا، النماذج الناجحة مثلا مثل تركيا ومثل ماليزيا، وهاي النظام الأساسي هو نظام علماني. يجي حكومة إسلامية من التصور السني أو ما يتبع الإخوان المسلمين شغلة أخرى، ولكن النظام كنظام سياسي، الإخوان المسلمين، خلينا نقول يعني السنة وهاي يعني نبتعد شوية، الإخوان المسلمين أثبتوا فشلهم في الإتيان بدولة أو منظومة سياسية قابلة للحياة. هي هاي المشكلة بسوريا الآن. التحدي الأساسي اللي ممكن يجيبه مثلا أشباه أبو محمد الجولاني وفصائله والناس المنضوية تحت رايته وهاي، ومو دولة دينية. يعني الأسوأ هو الإتيان بحالة من فوضى سياسية وفوضى اجتماعية، أنه ما ممكن حتى تتشكل أساسيات الدولة، دولة قابلة للحياة أو الاحتفاظ بالمجتمع، بكيان المجتمع مثل ما هو موجود. ولكن طبعا يعني ممكن تتفق معي رفيق غياث انه المرحله المقبله في سوريا هو مرحله اعاده بناء، تقريبا الجميع متفقين مع هاي. بس ممكن انت تتفق معي انه اعاده البناء في المجتمع السوري يبدا من القاع، من تحت، من عمق الجماهير وليس من فوق. يعني ممكن أي منظومة سياسية معينة يتم فرضها من فوق، وبالرغم عن إرادة الجماهير ممكن ما تنجح إذا ما تنبني على أساس بنيان اجتماعي راسخ. وهنا هو دور الجماهير. يعني دور الجماهير مو أنه تطلب إصلاحات اقتصادية، تطلب إصلاحات سياسية، الطالب بالحرية، الطالب بمطالباتها، بس تنتظر من غير ناس أنه ينفذونها. أتصور أنه المنهج الأساسي احنا كناس تابعين للتيار يعني يتبع تصورات ماركس وفكر ماركس والتيار الشيوعي، انه رهنا على دور الجماهير، دور الجماهير في التدخل واعاده بناء المجتمع على اسس عادله واسس مدنيه ومعاصره وقابله للحياه. تمام رفيق شمال. يعني هون أهمية ما جرى في سوريا، أهمية هذه اللحظة الرائعة اللي تحررت فيها الجماهير السورية منذ 50 يعني عام، وأصبح بإمكانها كما ذكرت أن تقوم بالتنظم، بالعمل السياسي، وبدايات العمل النقابي إلى آخره. إذن
إذا أهمية اللحظة هاي هو تحطيم هذا السد المانع لتحرر السوريين ونشاط السوريين، الجماهير السورية، الشعب السوري. هذه هون أهمية اللحظة هذه اللحظة الانتقالية، هذه اللحظة هاي هون أهميتها. بالتالي من هون يأتي أهمية الرهان، ليس على ما تراه أو ترغب به الدول الإقليمية والدولية ولا اللقاءات ولا السلطة ولا كذا إلى آخره. الرهان الآن على أن تحررت الجماهير وبدأت الآن تنشط، هو فعلا أنها تنظم نفسها وتقوم ببناء يعني هياكلها الأساسية، كانت بالنقابات بالتعاونيات، شوف الشكل السياسي أيضا الحزبي إلى آخره. بناء هون هذا هو الأساس اللي يمكن يخلق ويمنع، يعني يدفع إلى مسار أفضل أو يمنع مسار أسوأ هو في صدد الديمومة. هذا هو يعني هذا هو موازين القوى الاجتماعية اليوم في سوريا. هو أهمية اللحظة، أكرر مرة أخرى عنا في سوريا، هو هذا يعني الجسم الصلب الجاثم على صدور السوريين كاتم عليهم، هذا انزال وتحررت الناس بدأت تتنفس. هون أهمية اللحظة العظيمة التي يعيشها السوريين رغم كل الإشكاليات اللي نسمع هون، ونسمع استفزازات طائفية وبعض الممارسات غير لطيفة من المقاتلين تجاه السكان بعض الناس إلى آخره، بغض النظر عن ذلك، ولكن هي لحظة تحرر فيها السوريون. وأعتقد إنها فرصة تاريخية علينا أن يعني نستفيد جميعا منها، يستفيد منها السوريين كلهم. بالنسبة لنا هي العمل مع الناس من الأسفل، لا تستعيد ثقة بنفسها، تكسب وعيا، تنظم أنفسها إلى قضايا عامة تعني يعني مستقبل السياسي اللي هو نظام ديمقراطي اجتماعي إلى آخره، أيضا القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تشكل هيئات المستقلة عن أي سلطة يعني. هذا هو العمل يعني. هي فرصة يعني بالمناسبة يعني سياسي مثلي قضى عقود من عمره لإسقاط النظام، يعني أوكي، يعني لم يسقطوا، يعني ساهمنا كغيرنا في ذلك. فهي لحظة هائلة يعني في حياتي مثلا، في رفاق وأصدقاء وغيري يعني غادرونا تحت التعذيب في المهجر، تحت المرض إلى آخره، وناضلوا عقود من الزمن أيضا، لم تسنح لهم أن يشهدوا هذه اللحظة العظيمة، يعني تحرر السوريين من هذا النظام المتوحش الذي يعني دمر البلاد والعباد والحجر والشجر ولم يبقي شيئا. بكل تأكيد لحظة رائعة في تاريخ سوريا وشعب سوريا. أكيد أنا من الناس اللي طبعا كاتهموني بالتفاؤل، وتفاؤل غير يعني غير مستند على أي أساس منطقي، وهاي إنه لما فرحت بسقوط النظام السوري وقالوا إنه القادم أسوأ، قلت يعني ما ممكن، إنه ما ممكن في مثلا، أتصور ما في وأنا أدعي ما في شريف بالعالم عنده دمعة يذرفها على النظام الفاشي العنصري الأسدي. يعني أنا شفت السجون، وشفت ما تعنيه نظام استبدادي مثل نظام بشار الأسد. يعني الواحد يعني ممكن يشوفه أسوأ حتى من صدام حسين. أنا عشت يعني لحظات رعب في ظل النظام الفاشي البعثي، لكن هذا اللي صار بسوريا أشوفه أسوأ وأكثر وحشية وأكثر يعني بربرية بكل معنى الكلمة. في ملاحظة أخرى للرفيق علاء عوض، يقول في بيان أو يعني تعليق، بيقول في بيان لحزب العمل الشيوعي أطلق دعوة لعقد مؤتمر وطني عام، وهي خطوة هامة بالتأكيد، فكيف ترى احتمالات النجاح في إنجازها؟ وأنا طبعا بمناسبة السؤال هذا من رفيق علاء عوض أسأل إنه في مثلا تنسيق معين بين القوى اليسارية، في مثلا الإسلاميين يشكلون جبهاتهم، والديمقراطيين التابعين لأمريكا يسوون نفس الشيء. يعني المتوقع والمرجو من القوى اليسارية أنه تعمل نفس الشيء، يعني حتى لو كان على صعيد منظمات جماهيرية معينة تتشكل بجهود وتضافر قوى
يسارية متعددة، ممكن إنه هاي تكون بادرة أو ممكن تكون الخطوة الأولى نحو يعني تعاون أكثر تنسيق وأكثر يعني تأثير ونشوف منها نتائج عملية على الأرض. تمام. هلا يعني أولا يعني لم تعد لي علاقة منذ زمن طويل يعني بحزب العمل الشيوعي، ما تبقى منه، يعني مع احترامي للرفاق والرفيقات. أنا في نعم التيار اليسار الثوري من 2011 وإلى آخره. نعم الآن جوابا على سؤالك، يعني بالتأكيد نحن بادرنا أنه هذا موضوع مهم وحيوي يعني وجوهري في نعم هذه اللحظة، إلى التواصل مع عدد من الفرقاء في القوى اليسارية السورية، منها حزب العمل، حزب الإرادة الشعبية، ومجموعة أخرى يعني. وأصدرنا بيان مشترك ويعني وثيقة للعمل مشترك بصدد أن نجمع عليها أطرافا أخرى يسارية. طبعا سريعا بدأنا يعني بالكاد سقط النظام، كنا مباشرة بدأنا على صعيد حشد القوى اليسارية للعمل المشترك وحشد القوى سويا. نعم وهذا ليس مجرد يعني اتفاق بين قوى يعني قيادات لأحزاب، بمعنى أنه لا، يعني رفيقات ورفاق يعملون على الأرض قدر الإمكان حتى الآن، وهي بداية يعني جديدة بنشاطات مشتركة بالقضايا الأساسية الديمقراطية والاجتماعية اللي بتجمعنا والوطنية اللي بتجمعنا. نعم بدأنا بذلك بالتأكيد، هذه مهمة جوهرية. علاوة على ذلك أيضا يعني ندعو إلى حشد القوى الديمقراطية على أساس عدد من القضايا، منها كما ذكرت يعني ضرورة سأجيب على سؤال المؤتمر الوطني. أما لا أعتقد يعني أنه المؤتمر الوطني هو سيحل هذا الموضوع أم لا، وخصوصا أنه سلطة الأمر الواقع الآن دعت إلى عقد مؤتمر وطني، بالتالي ستختار على ما يبدو بعض الشخصيات التي تشارك. قد يكون جيد يعني. ما نطرحه نحن هو موضوع آخر. نحن نعتقد أنه يجب الآن في حكومة مؤقتة، هي السلطة الآن وصلت يعني بالسلاح إلى وأنت يعني أعلنت وفاة النظام السابق ودفنه. ندعو هي حكومة مؤقتة تنتهي صلاحيتها كما قالوا في مارس آذار القادم، يعني بعد حوالي شهرين أو 3. ندعو نحن إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا شاملة تشمل كل الأطراف، ممثلين الأطراف السياسية والاجتماعية السورية. تقوم مهمتها الأساسية أولا على ضمان وحماية الحريات العامة والفردية التي انتزعها السوريون في هذه الفترة وخلال يعني نضالهم الطويل يعني بشكل أساسي. إعادة هيكلة الجيش، لأنه لم يعد هناك جيش يعني، وأيضا هيكلة أجهزة الأمن. كانت في سوريا 15 جهاز أمن يعني يقومون بمراقبة الناس وقمع الناس، ولها مهمتين أساسيتين: هي إعداد كل الشروط اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة لجمعية تأسيسية أو دستورية، يعني نسميها كما نشاء. يعني مهمتها هذه الجمعية هي إقرار أو إصدار دستور جديد ديمقراطي لسوريا يقدم لاستفتاء الشعب، وأيضا أن تعد يعني كل الشروط وتوفر كل الشروط لإقامة على أساس الدستور الجديد انتخابات أيضا حرة ونزيهة برلمانية وتشريعية على أساس التمثيل النسبي في هذه الانتخابات، بحيث لا يمكن لأحد أن يسيطر إذا حاز على أغلبية ولو بسيطة إلى آخره على كل المقاعد. يكون هناك في إمكانية لتمثيل كل الأطياف السورية السياسية والاجتماعية. وكل سوريا دائرة واحدة، كل سوريا دائرة انتخابية واحدة. سوريا دائرة واحدة. نعم تماما. هذا هو طرحنا، وأعتقد يعني يجيب إلى حاجات السوريين، يجيب إلى الوضع الراهن اليوم في سوريا. أيضا يفتح أفق يعني لسوريا جديدة، يعني ديمقراطية حرة ومستقلة، وتسمح للناس يعني الجماهير تشكل أحزابها وتشكل، يصير الصراع يعني صراع سياسي وإيديولوجي وحسب الأصول. يعني بهذه الفترة بحاجة نحن إلى
هذا السياق، وإلا سنذهب يعني إلى خراب ليس بعده خراب. ولا أعتقد أن السوريين يرغبون بذلك، ولا أحد يعني في المنطقة وفي العالم يرغب بذلك، لأنه سيؤثر على كل البلدان. بدي أشير على مسألة الإسلام إذا سمحتوا لي الإخوان المسلمين، نعم. يعني بس هيك كلمة صغيرة. في الواقع ما يسمى يعني بالتيار الإسلامي السياسي تكيف مع الشروط الموضوعية، الطبقية الاجتماعية والظرف السياسي العام في البلد. يعني مثلا سأعطيكم مثال. 1954 جرت هناك انتخابات حرة في سوريا. نعم. كان الجو العام في سوريا هو جو يساري، قومي ويساري، يعني نعم. الشيوعيين والقوميين البعثيين والحزب القومي السوري وغيره. يعني كان جو إلى حد ما، الجو العام عند الجماهير كان يعني فلنقول تقدمي نعم. نسميها. وجرت انتخابات فعلا حرة ونزيهة في دمشق. من جهة كان مرشحين أساسيين يتواجهان، نعم. الإخوان المسلمين مصطفى السباعي وخالد بغداش زعيم الحزب الشيوعي السوري. من انتصر في دمشق؟ نعم. خالد بغداش انتصر في الانتخابات الحرة والنزيهة. اثنين، لأن الجو العام كان تقدمي، الإخوان المسلمين أعلنوا في ذلك الوقت عن تشكيل ما يسمى بالجبهة الإسلامية الاشتراكية حتى يكونوا في الجو العام إلى آخره. أنا قصدي هذا الصراع السياسي، أنه الإيديولوجيا يعني مش هي بتخلق الواقع، الواقع هو بيخلق الإيديولوجيات والأفكار. يعني هذه نحن الماركسية عنا، مش لأنه الواحد في راسه كان كذا، أنه فهمه هو الإسلام كذا فبيمارس بالواقع. لا، الواقع هو بيعكس أيضا، أليس كذلك؟ وإلا نحن طبعا. نصير مثاليين إذا لا لا، اعتبرنا أكيد أكيد أكيد. إسلامي وبالتالي غير قابل للتحول أو يتعامل مع الواقع، معناتها ما لم نعد ماركسيين. فقصدي هذه يعني هذه الجدلية ناخذها في عين الاعتبار. نخوض صراع ايديولوجي وسياسي وطبقي في سوريا كما في غيرها، وهذا واجبنا يعني، بس ما نحن نكون أسرى لمفاهيم ومقولات ايديولوجية تمنعنا عن العمل الحقيقي والمباشر مع الجماهير والناس. لا، وطبعا في الواقع المعاش هسه في الشرق الأوسط مع الأسف في تيارات تدعي العلمانية وتدعي الوقوف بوجه التسلط الإسلامي، هم أصلا يعني فاشيين مستبدين وفاشيين. يعني الواحد ما لازم يصطف. يعني حتى في الغرب عندنا، احنا عندنا عندكم في فرنسا وعندنا في السويد، يعني قبل كان كل سهل انه الواحد يعني يعبر عن مواقفه بصدد الاسلاميين. الان الواحد لازم يعني شويه يركز في كلماته وفي عباراته، انه هاي العبارات والكلمات ما تخدم التيار الفاشي والعنصري اللي يعادون المسلمين بحجه معاداه يعني التدين، بحجه معاداه الاسلامويه. بهالمعنى انا متفق. يعني هذا الصراع العلماني الديني اللي طبعا يعني يختلط مع الصراع بعض الرموز مثل بن سلمان وغيرهم مثلا من الامارات وهاي ضد الاخوان المسلمين. الواحد لازم يعني شويه يخلي باله انه ما يوقع بالجبهه المقابله في مواجهه الاسلام السياسي. اتفق مع هذا، ولكن الضمان في هالحاله هاي هو مثل ما تفضلت به، انه الواقع المعاش هو اللي يحدد من الاختيارات السياسية. إذا احنا كنا بعيدين عن نضال الجماهير، نضال الناس من أجل لقمة العيش، من أجل ظروف حياة أفضل، من أجل تمثيل أفضل في من الناحية السياسية وحريات التنظيم النقابي والتنظيم الجماهيري، فأكيد كيف ما كانت النتيجة ما راح تكون في صالحنا. مو إسلام سياسي غير إسلام سياسي. طبعا أنا شوية ما متفق مع كلمة الإسلام السياسي، أشوف الإسلاموية أو الإسلامية تعبير أفضل، لأنه يعني في إسلام ما له علاقة بالسياسة ولكن بالمجتمع، يعني مهيمن وما ما يعطيك أي مجال لأي تحرك. والسلفية الغير جهادية أكبر مثال لهذا. يعني الخطورة ما تأتي فقط من التيارات اللي تحاول الحصول على السلطة السياسية، حتى اللي يحاولون أنه يتخذون يعني يأخذون هيمنة اجتماعية هم الأخطر بالنسبة لنا. على كل حال حكيت أنه ما في أي تيار وأي جهة له مصلحة في أنه الواقع السوري يتحول إلى حرب أهلية وإلى واقع يعني
حروب وصراعات طائفية وهاي. ممكن إنه إيران عندها مصلحة ما زال، وممكن إنه تتحرك عن طريق وسائلها وأساليبها اللي ممكن تتفنن في إيجادها. ما في هذا الخطر مثلًا، خصوصًا إحنا شفنا الحوادث اللي صارت في الساحل السوري البارحة، وأيضًا في مناطق قريبة من حمص، في ظل طبعًا وجود تيارات تستثير النعرات الطائفية بإحراقها لهذا الرمز أو ذاك الرمز الديني. ما ممكن إنه هذا هو يعني واحدة من المخاطر اللي تواجه الجماهير في سوريا؟ أكيد، أكيد، أكيد رفيق جمال، أكيد يعني. إمم. أكيد في دول إقليمية ودولية ممكن تتدخل حسب مصالحها يعني. إمم. إسرائيل يعني بيناسبها تمزيق سوريا تكون ضعيفة دائما، تتمزق على أساس هويات عرقية أو دينية إلى آخره لتبرر وجودها باعتبارها تصر على أنها دولة يهودية وليس شيئا آخر. إيران في نفس الوقت أنه يعني نفوذها تضرر في المنطقة أيضا، أنه تلعب. أكيد أكيد في هذه المسألة، هذه المخاطر هذه موجودة إمم. بكل الأحوال، ولكن تأثيرها راح يكون رهن ب فلنقل الوضع السوري نفسه، وضع المزاج العام السوري، الوضع السياسي السوري. إذا كان تفتت الجماهير وتفتت الوضع السوري مثلا على إمم. أساس صراعات قومية طائفية إلى آخره، ستكون البلد يعني مشرعة لكل التدخلات وإلى حرب يعني لا نهاية لها يعني، وهذا إمم. مدمرة يعني. ولكن أكيد. الآن يعني أنا بدي أركز على اللحظة الراهنة بدون يعني على تكهن يعني إلى ما قد يأتي يعني. هذه اللحظة هي أن السوريين يعني كرهوا يعني كل ما تم في السنوات العشر على الأقل أو الأكثر الماضية يعني. نعم. أولا الخطاب الطائفي، النزاع القومي، الشوفينيات، إغلاق الأفواه بحجة المبدأ أعلى يجب أن لا نتحدث، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أو لا نعم. صوت يعلو فوق صوت أحد أيا كان. ففي لحظة، هذه اللحظة قد تكون إذا استفاد منها السوريون وبالذات يعني فلنقول القوى السياسية، وبتمنى يعني تشكل نقابات سريعا، إذا يعني لعبت دور أساسي وأكثر يعني أهمية اليوم مع الجماهير السورية، قد تشكل ضمانة يعني سد مانع لقدرة التدخلات الإيرانية والغير الإيرانية في تهييج وتخريب إمم. ويعني إثارة الصراعات داخل سوريا وبين السوريين يعني. يجب علينا أنه نزرع هذا الوعي يعني. اليوم السوريين وحدة السوريين على أساس القضايا السياسية، على أساس القضايا الاجتماعية، وليس على أساس الأصل إمم. العرقي أو الديني أو كذا بين السوريين. هذه وحدة أكيد. أوطان السوريين هي الأساس، على أساس مبادئ أساسية إمم. هي كرامة السوري ومساواته وحريته واستقلال إرادته. هذا ما يجب أن نشتغل عليه. طبعًا والمجتمع السوري مثل مجتمعات العالم كلها يعني متشكلة من طبقات يعني. هاي الحقيقة يعني مع الأسف في ظل السلطة الفاشية وفي تنامي التيارات الإسلامية والقومية، يعني مرات الواحد ينسى الفساء والموزايك والهويات المختلفة وهاي، وينسون إنه المجتمع متشكل من طبقتين أساسية، يعني طبقة مستغلة وطبقة مستغلة، وجماهير الكادحة الواسعة اللي حياتها ومعيشتها توحدها يعني وكونها مستغلة، هاي نقطة ممكن توحدها في مقابل المستغلين، وهاي هي ممكن تكافح وتواجه الانقسامات الطائفية اللي موجودة بالمجتمع. تقريبا وصلنا للنهاية، بس أنا ما أريد يعني أترك يعني ننهي اللقاء بدون السؤال عن الدوري التركي. وشنو برأيك يعني هل الأيام خصوصا اليوم احنا سمعنا تهديدات واضحة وصريحة من
أردوغان نفسه أنه راح يدفنوا قوات قسد مع أسلحتهم إذا رفضوا الاستسلام ورفضوا أنه يعني إلقاء السلاح أرضا، وأنه يعني إذا رفضوا الاستسلام راح نقتلهم، هيك بصريح العبارة يقول نعم، إذا لم يرموا السلاح أردوغان. سندفنهم هم وأسلحتهم تحت الأرض. نعم 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 هذا موضوع نعم يعني نعم رفيق شمال. الموضوع يعني الشعب الكردي شعب مكون أساسي من مكونات الشعب السوري. بقول الشعب السوري بالمعنى السياسي. الشعب السوري يضم الكرد والعرب والتركمان ويعني كل عروق. في عندنا شيشان وعندنا عرب يعني. نعم ودي أذكر يمكن القائمة شوي طويلة. بكل الأحوال الشعب السوري إذا مكون أساسي، وإضافة إلى اضطهاد النظام يعني سابقا للسوريين بشكل عام على صعيد الحريات السياسية، على صعيد قمع أي معارضة إلى آخره، تعرض أيضا الكرد إلى اضطهاد مزدوج، بمعنى مئات الآلاف منهم تم حرمانهم من الجنسية، منعهم من استخدام لغتهم، استعمال تعلم لغتهم إلى آخره. فكان في إذن اضطهاد مزدوج. والمسار الثوري اللي جرى في سوريا يعني الثورة سمحت يعني للقوى المنظمة الكردية أن يكون لها دور فاعل في جزء من سوريا نتيجة تهالك النظام اللي وضعف اللي حكينا عليه ب 2012 وشكلوا ما يسمى الإدارة الذاتية يعني في البداية، يلي ب 2014 بذريعة مكافحة داعش قدمت قوات أمريكية تحت اسم التحالف الدولي لمحاربة داعش إلى آخره، وتواجدوا هنا. طيب نحن الآن في وضع الإدارة الذاتية في تلك المنطقة يعني يكررون أنه نحن لسنا مشروع انفصالي من جهة. تمام. تركيا تقول عندها مخاوف، أوكي يعني مخاوف. القضية الكردية قضية جوهرية في تركيا، لأنه هي قضية طويلة وفي صراع طويل، وفي يعني 15-20 مليون كردي في تركيا أيضا، رغم تحسن بعض الشروط اللي على صعيد الحقوق القومية في تركيا، ولكن في قضية لم تحل حتى اليوم لقضية الكردية في تركيا بشكل يعني حقيقي ملائم. أوكي، هلا بما خصنا نحن في سوريا، أنا أعتقد كل شيء إلا الحل العسكري، بمعنى كل شيء إلا صراع مدمر كان من طرف تركيا ولا من طرف أطراف سوريا مع تركيا ضد شمال شرق سوريا. هذا بتعني حرب مدمرة ستنهك السوريين إلى سنوات قادمة، وتدخل يعني تدخل البلاد والسوريين في مذبحة لا حد لها يعني. فنحن نقف ضد أي حوار بين السوريين على أساس يعني السلاح. هذه مسألة يعني هذه المذبحة بين السوريين يجب أن تتوقف. ندعو إلى الحوار. هذا الحوار هو إعادة دمج هذه المنطقة في الصورة العامة للسوريين، يشاركوا يعني على قدم المساواة مع الأخذ. هم غير رافضين أساسا، هم غير رافضين المسألة هاي إيه ما بيطرحوا على أساس الاعتراف أيضا بهذه المكونات دستوريا بحق اللغة الكردية، وجود الكردي، وأيضا خصوصية يعني شوف الآلية لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد يعني، بحيث أنه كل السوريين مثل ما الآن ستدمج عدد من الفصائل الإسلامية في الجيش الجديد وغيرها، وأيضا تدمج يعني قسد في الجيش السوري الجديد. هذول السوريين هذا هو الحل الأمثل اللي أنا يعني نحن ندافع عنه وندعو إليه، وبالذات نحذر من أي يعني عمليات عسكرية ستؤدي بالبلاد والعباد والسوريين إلى مزيد من الدماء، ولن يخرج منها أحد منتصر، على الأقل ليس السوريون سيكون في هذه الحالة. وعلى تركيا ندعو تركيا يعني تركيا كجارة تاريخية أنه تأخذ بعين الاعتبار الوضع، يعني تعب السوريين وانهاكم يعني من 12-14 سنة من حرب مدمرة
خراب في البنى التحتية ورغبتهم بإعادة بناء مستقبلهم، على أنه تكف يعني من ضغوطاتها على هذا الطرف أو ذاك لمزيد من المعارك والمذابح نحن يعني لسنا بحاجة له، بالذات في بهذه الفترة. اثنين يعني أولا يعني أليس الأحرى أنه كمان تركيا تحل مشكلتها الكردية يعني في تركيا، وبعدين يعني تقترح لنا اقتراحات مفيدة يعني في سوريا مثلا؟ ما كنا ارتحنا وهم ارتاحوا لو حلوا هذه المسألة يعني من 1984 حتى الآن في صراع يعني دامي مؤسف. طيب حلوا القضية، يعني نحن دعونا نحل قضيتنا مع أخوتنا الأكراد شركائنا في الوطن يعني بالطريقة الملائمة التي تناسب مصالح بلدنا ومستقبل شعبنا يعني. حلوا أنتم مشكلتكم هناك. أكيد حلوا مشكلتكم أول وبعدين تعالوا حاولوا. في أسئلة. سؤال من الرفيق طاهر يقول: تحياتي لكم، هل تعتقدون أن هناك فرصة للنشاط السياسي لليسار والشيوعيين في هذه الحالة تحت ظل حكومة جولاني؟ وأيضا في سؤال حول نفس المحور اللي حكينا عنه الآن: كيف ترى شعار حق تقرير المصير للأكراد مع الدعاية التعبوية ضد قرار الانفصال؟ هلا بالنسبة للسؤال الأول، نعم. هو يعني الآن السوريون يمارسون ذلك، يعني هذا حق لا يعطى، هذا حق انتزع بكفاح وتضحيات السوريين من 14 سنة. يعني في أكثر من نصف مليون شهيد وقتيل سوري وأكثر من مليون ونص جريح من حتى نصل إلى هذه اللحظة سقط فيها النظام واكتسب السوريين. يعني رفيق غياث، هناك منظمات شيوعية تعمل على الأرض موجودة طبعا، وبتنزل بمظاهرات مع الآخرين مظاهرات. وكل شيء حسب الأصول. زين كانت موجودة في إدلب؟ في إدلب أنا كانت موجودة بصيغة أخرى يعني مش بصيغة معلنة، بس أنا عم بحكي مش عم بحكي على إدلب كانت هي، نحن عم نحكي على سوريا اليوم. سوريا أكبر من إدلب، يعني إدلب كانت رقعة يعني إلى ظروفها الخاصة وكذا. الآن عم نحكي على سوريا. السوريين تحرروا الآن في إدلب ولا غير في إدلب يعني كمان. حتى الناس في إدلب صارت تحكي أكثر مما كان تحكي سابقا، وتعمل سياسة أكثر مما كانت تعمل سابقا، بمعنى حتى في إدلب تحرروا أكثر مما كانوا عليه سابقا. إذا لا، هذا موجود، وهذا ليس شيء يعني ليس منة من أحد ولا تكرمة من أحد. هذا انتزعوه السوريون وعم يمارسوه بدون ما ينتظروا يعني إشارة من أحد ما، ويجب أن يحافظوا عليه، يعني ما يفرطوا فيه تجاه أي سلطة كانت وأي نظام كان قادم، راهن أو قادم. هذا حق منتزع بتضحيات هائلة للسوريين. هلا بالنسبة للسؤال الثاني حول مسألة تقرير المصير، يعني في هلا نحن كيساريين نقول بخص القوميات ما حق تقرير المصير للشعوب، من حق بإقامة دولة مستقلة. اليوم يعني هذا موقف مبدئي العام. بس نحن لا نقرر، من يقرر هو الشعب المعني، بمعنى أنا لا أقرر عن الشعب الفلسطيني. قيادة الشعب الفلسطيني، قواه الجماهيرية يعني قيادته السياسية الجماهيرية هي التي بتقرر. اليوم عندنا في سوريا قيادة السياسية الأحزاب الجماهيرية الكردية لا أحد يدعو إلى الانفصال. أنا كيساري أنا مع حق أي شعب، أي قومية مضطهدة حق بتقرير المصير ومن حق ببناء دولتها. بس أنا لا أقرر، أنا أدعو إلى وحدة كفاح الجماهير بغض النظر عن انتماء القومي ضد الأنظمة يعني المضطهدة والمستعمرة لها. ولا أضع مثلا الشعب الكردي كنا مع قضيته حتى لما كان الشيخ الملا البرزاني هو القيادة السياسية للشعب الكردي. أوكي أنا عندي انتقادات طبيعتها العشائرية والى آخره، ولكن مع متضامنون مثل ما كنا متضامنون بخلاف بعض اليساريين الآخرين مع حماس ضد الوحشية الإسرائيلية والهجمة اللي صارت، رغم انتقادنا ومعرفتنا لحماس وكذا إلى آخره. بمعنى تضامن مع الشعب الفلسطيني مع في الشعب الأساس. وقيادته السياسية بتعني مش أنا بقررها له رغم انتقادي لها ورغم كذا إلى آخره. حتى نحكي إنه في سوريا إذن نعم هذا موقفنا المبدئي يعني الماركسي التقليدي، ولكن
الشعب الكردي في سوريا، الكرد في سوريا أحد منهم على الأقل القوى السياسية لا تدعو إلى الانفصال في سوريا، تدعو إلى بناء سوريا مشتركة لكل السوريين، وأيضا أنه الاعتراف بحقهم، يعني بحقوقهم القومية، التعلم باللغة والمشاركة على قدم المساواة يعني مع الآخرين، وأيضا أخذ بعين الاعتبار في تطورات صارت في تجربة اسمها الإدارة الذاتية لها من العمر سنوات، في قوات عسكرية اسمها قسد مثل ما كانت موجود في الفصائل الإسلامية. أعتقد يعني بدها شيء من الحكمة والحوار السياسي، وهو ما ندعو له، من أجل أن تكون الشعب الكردي وممثلين السياسيين جزء من المستقبل النظام الديمقراطي في سوريا، وأعتقد سيكون لهم دور إيجابي جدا في ذلك. أوكي. تقريبًا جاوبت على السؤال الأخير اللي أريد أطرحه، بس راح أصيغ السؤال بشكل آخر، أريد أسمع رأيك بالموضوع، ولكن قبل ما يعني أطرح سؤالي، بس أذكر نقطة إنه الجيد والحسن في تجربة قسد أو تجربة الإدارة الذاتية في هالمناطق، إنه مطالبتهم للفيدرالية ما تعني مطالبة فيدرالية على أساس قومي، يعني هم ما يطالبون بفيدرالية قومية، إنه مثلًا كون المكون الكرد موجودين هنا، فالمكون الكردي يحتاج إلى فيدرالية، هم يطالبون بفيدرالية جغرافية، وأساسًا نظامهم اللي يطرحوه نظام على ما يُدعى أو يُزعم إنه نظام لأجل فيدرالية على أساس جغرافي، وتقسيم مناطق سوريا إلى فيدراليات جغرافية في ضمن الإطار السوري العام. طبعًا هذا يعني غير الفيدرالية القومية اللي إحنا نعيش مآسيها في كردستان العراق في الوقت الحالي. طبعًا في ناس كثير ما يعرفون يشوفون إنه كردستان اتطورت وفي أفلام تطلع وهاي، ولكن الحقيقة إنه هاي الفيدرالية القومية هي يعني تجربة استبدادية بدون أي تكلفة، يعني حتى لا حتى ما يحتاجون شرطة لقمع الناس للمطالبة بحقوقهم. مثلًا في 3 أشهر موظفي كردستان ما ماخذين راتبهم، يعني هذه لو تحصل في أي بلد تصير ثورة، ولكن مع هذا الناس مغلوبين على أمرهم، ما يعرفون شو يسوون. وين الفلوس؟ وين الرواتب؟ بين كردستان يقولون عند السلطة المركزية، والدولة المركزية تقول عند جماعة بكردستان، والشغلة ضايعة. فبهالحالة يعني أشوف الفيدرالية القومية هي وسيلة مثلى لفرض سيطرة الطبقة الحاكمة بدون حتى استبداد، وما يحتاجون لا شرطة ولا دم ولا سجن الناس وماشي أمورهم. فلهذا أشوف أنه تجربة سوريا من هالناحية، قوات سوريا الديمقراطية والتجربة اللي موجودة في شمال شرق سوريا، مطالبتهم بفيدرالية جغرافية مختلفة نوعا ما عن هاي الفيدرالية اللي احنا نعيشها في منطقة كردستان في العراق. سؤالي لك سؤال تقريبا شخصي، انت حضرتك زرت هاي المنطقة هاي كذا مرة اتصور، وشاركت في مؤتمرات واجتماعات، اريد انطباعك الشخصي عن ما يجري هناك. يعني في صورة جميلة، أنا مثلا تابعت بعض المقالات من بعض الرفاق اللي زاروا هاي المنطقة، وهم أساسا حتى مو اشتراكيين بالمعنى الماركسي وبالمعنى الشيوعي، هم ناس من الأناركية، راحوا هناك وحكوا تجربتهم انه الناس فيهم يحكون بامورهم في اداره ذاتيه، تعني بالضبط اداره ذاتيه، وفي مساهمه للناس باداره امورهم. هل هذا صحيح؟ هل هاي التجربة اللي موجودة في شمال شرق سوريا ممكن تعميمها على سوريا والناس يعيشون أحسن من الوضع يعني في بلدان المجاورة مثلا؟ يعني الإجابة على السؤال بيحتاج وضع إطار يعني أولا عام. نعم. هو في انقسام السوريين خلال السنوات الماضية إلى مناطق نفوذ. نعم. انقسام جزء من السوريين عاش تحت وطأة النظام لسنوات، يعني على الأقل من 2014 15 16، نعم. و60% كان من الأراضي السورية، وحوالي 8 9 ملايين أو أكثر.
وفي شمال غرب سوريا، وفي مناطق تحت الاحتلال التركي يعني أي شمال غرب سوريا، وفي مناطق سيطرة قسد. نعم. في هذا الانقسام هذا اللي كان السوريين، المطلب الأساسي اللي كان مطروح هو بالأساس يعني وحدة نضال الجماهير السورية، أهمية وحدة نضال الجماهير السورية. يعني إذا بترجع للأرشيف بتشوف إنه هذا كانت الفكرة الجوهرية اللي كنا ندعو إليها، نعم. وحدة نضال الجماهير السورية، عدم عزل جزء من هذه الأجزاء يعني من سلطات الأمر الواقع الموجودة هنا وهناك عن الآخر. اثنين، عدم استمرار هذا الوضع طويلا، وإلا سيؤدي فعلا إلى يعني مثلا شمال غرب سوريا العملة هي كانت العملة التركية، البريد كان تركي، الوالي كان تركي إلى آخره. الطب يعني كلياته بالتركي، في تتريك كان إلى حد كبير على الصعيد السياسي كذا. إذا هذا بدون طويلا يعني مشكلة صار في سياق آخر يعني. نعم. في نفس الوقت إذا كان يجب ربط هذه المناطق، نضال السوريين في مناطق النظام مع نضال السوريين وكفاح الجماهير السورية في شمال غرب سوريا مع نضال وكفاح الجماهير في شمال شرق سوريا. هذا هو فلنقل الدافع لنا. أنا بحكي الآن عني كتيار وكحزب يعني. هذا هو. هلا نعود الآن إلى شمال شرق سوريا. إلى شمال شرق سوريا الأطروحات السياسية هي أكثر تقدمية من أي أطروحات كان موجودة على الساحة السورية، متقدمة على ما يحكيه النظام، هذا النظام الفاسد المستبد إلى آخره، أو أكيد. عما يجري في شمال غرب سوريا، حيث لم يكن هناك في خطاب سياسي واضح الملامح بقدر ما هو إدارة شؤون السوريين مع خطاب يعني مشوب بطابع ايديولوجي ديني الى اخره. بالتالي ما هو المستقبل لسوريا، شو هو الشكل السياسي لسوريا، كان في شمال شرق سوريا عندهم على الاقل هذه الفكره للشكل السياسي لسوريا، يلي هو يقوم على في الواقع ليس الفيدراليه يعني بشكل اخص بقدر لا مركزيه، اللي طورت يعني قليلا هذه الفكره. لا مركزيه بمعنى على ان كما قلت رفيق شمال ليس على أساس قومي وعلى أساس أنه قومي يعني ما هم الكرد موجودين في كل مناطق سوريا، موجودين في دمشق، موجودين في حلب، موجودين في حلب يعني بتطلع كل ضيعة وكل رقعة يعني ما بتزبط. طبعا. نفس الشيء بالنسبة للآخرين. بالتالي أساس لا مركزي بمعنى أنه المحافظات المناطق الأقاليم ممكن نسميها هي عبر الانتخابات يعني تقرر من هو المحافظ، يعني مثل ما موجود بالبلدان الأخرى، بدل ما يكون معين من مدينة من المركز في دمشق. إذا كنا نأمل بنظام ديمقراطي حقا يعني شامل، على أن الناس في محافظة ما في منطقة ما هي بتنتخب يعني اللي المحافظ تبعها كما ينتخب رئيس الجمهورية إلى آخره. بالتالي هو أقرب لهذا الشكل. اثنين، صحيح كان في يعني في إيجابيات كثيرة، ولكن كان هناك في مع الوقت ومع امتداد الحرب ومع الحصار المفروض على هذه المنطقة كان هناك في عدد من المثالب، ومنها مثلا تضخم نحن ذكرناه يعني كنا كاتبين عليها يعني ليس ما أقول ليس جديدا يعني مع محبتنا وتقديرنا ويعني للأصدقاء، هي في تضخم للجهاز البيروقراطي، في سياسات اقتصادية واجتماعية غير يعني في صالح بالضرورة الجماهير الشعبية إلى آخره، وفي نقص في المشاركة الشعبية والسياسية، في ضعف يعني كان في هذا. فكنا نقدم هذا النقد وكذا، ولكن بكل الأحوال يبقى وجود هذه الحالة أنا أعتقد هي لصالح السوريين أيضا لمستقبلهم، وبيدفع أي سلطة موجودة اليوم أو ستوجد يعني في الفترة القادمة على أن تأخذ بعين الاعتبار قضية الحوار مع الأخوة في هذه المنطقة من أجل جميعا إعادة توحيد البلد مرة أخرى، بس على قاعدة بناء نظام ديمقراطي سوري يحقق فيه يعني حقوق جميع السوريين وأيضا يعني كرامتهم والمساواة فيما بينهم يعني. فأنا أعتقد يعني ندعو إلى الاستفادة بما قدمته هذه التجربة
بالنسبة للسوريين، وأيضًا استفادة من الأخطاء اللي ارتُكبت، يعني مثل ما وُجد في كل المناطق الأخرى يعني. نعم. ولكن أعتقد ليس كل شيء يعني سلبي، لأ، هناك شيء يجب الاستفادة منه. بكل الأحوال لا يمكن بناء سوريا بدون ما نأخذ بعين الاعتبار هذا الحوار وهذا البناء المشترك بين شمال شرق سوريا وبقية سوريا وبقية السوريين. يعني ضروري نبني مستقبل بلدنا سويًا جميعًا. أوكي. رفيقي العزيز غياث، الحوار معك شيق جدًا، وطبعًا يعني ما خلصت أسئلتنا وما خلصت يعني هواجسنا فيما يتعلق بسوريا، ولكن مضطرين إنه ننهي اللقاء تقريبًا. طوّلنا اللقاء حوالي ساعة و40 دقيقة، كان المفروض إنه الحوار يكون ساعة. بس يعني مع هذا يعني مع الأسف لازم ننهي اللقاء. وأني مرة أخرى أقول سعيد جدًا، وطبعًا أتصور المتابعين أيضًا راح يكونوا سعداء إنه يسمعون صوت آخر من داخل سوريا، صوت ما يشبه اللي نشوفه من الإعلام العادي العام اللي يعكسون فقط الجوانب المظلمة في الوضع. أكيد الأمل ما راح نفقده، وإذا فقدنا الأمل ما يكون أي مبرر لاستمرار نضالنا، ولهذا النضال لأجل النضال من أجل الكفاح من أجل غد أفضل لسوريا وللمنطقة، محتاجين إنه نكون متأملين خير يعني يكون عندنا أمل بالمستقبل، وإنه ممكن يعني نضال الجماهير وسعي الجماهير لغد أفضل راح تنتج عنا مستقبل أفضل لسوريا. أشكرك بالنهاية شكر جزيل، يعني شكرًا جزيلًا وممتن لحضورك لهذا اللقاء. شكرًا رفيق شمال، أنا سعيد يعني إتاحة الفرصة إلي كمان نتحاور سويةً على الهواء يعني، مش بغرفة مغلقة، يعني بكل أريحية وبكل صراحة. وأكيد سيكون لنا لقاءات أخرى، لأن القضايا أكيد، أكيد، مشتركة في المنطقة هناك وعلى الصعيد العالمي. وما أكيد، يجري في سوريا هو مصدر إلهام، وفي نفس الوقت سيكون مصدر دروس عديدة يعني بكل لشعوب تأكيد. المنطقة والعالم إلى آخره. اهم. وبالأخير يعني كيف يمكن أن نعرف إذا كنا مصيبين أو مخطئين إذا لم نجرب، إذا لم نخوض الصراع ونقول ما لدينا ونفعل ما اهم. نعتقده صحيحا في هذه اللحظة، كيف سنعرف أنه كنا محقين أم لا يعني. فالمستقبل يدوم طويلا كما أحب أن أكيد. أكرر يعني. شكرًا جزيلًا، وأتمنى إلى نكرر اللقاء في مستقبل قريب. شكرًا. إلى اللقاء، تحياتي لكم المشاهدين. أهلًا وسهلًا. نعم أعزائي المتابعين، بهذا ننهي برنامجنا هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى فيما يتعلق بالوضع في سوريا. آآ أطلب منكم مرة أخرى شير الفيديو أو مشاركة الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والاشتراك بقناة على اليوتيوب بقناة هيوا إذا ما مشتركين لحد الآن. شكرًا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في برامج أخرى.